كاين واحد السؤال اللي كيحير بزاف ديال الناس، خصوصا اللي كيعطيو اهميه كبيره لكلام ديال الناس الاخرين. علاش كنحس براسي مزيان غير الا شافوني الناس مزيان؟ وعلاش كنحس براسي ماشي هو هذاك الا شي واحد ما تقبلنيش ولا ما عجبتنيش الهضره ديالو؟ الحقيقه هي ان هذا الاحساس جاي من واحد الغلط اللي تربينا عليه بلا ما نحسو، وهو ربط القيمه ديال الذات ديالنا برضا الاخرين. ولكن واش فعلا انا قيمتي كانسان كترتبط بشنو كيظن فيا فلان ولا علان؟ الاجابه البسيطه لا، والاجابه العميقه اكيد لا. وهذه الفكره هي اللي خاصنا نخدموا عليها من الداخل ديالنا. فالتقدير الذاتي ماشي هو انك تبان شخص قوي بزاف، ولا انك ما تبكيش، ولا انك دير ماسك ديال الثقه. التقدير الذاتي الحقيقي هو كيفاش كتشوف راسك في صمتك، في ضعفك، في غلطاتك وفي هفواتك. هو شحال كتحس براسك مستحق تبغي راسك وتحمي راسك وتوقف مع راسك حتى ملي الناس كلهم كيتخلاو عليك ولا كينساوك. فعلاش كنربطوا ذاتنا برأي الناس؟ حيت ملي وحنا صغار تعلمنا نعيش باش نرضيو الاخرين، ماشي باش نفهموا راسنا. ولات قيمه الذات ديالنا مربوطه بحكم الناس. ضحكتي بزاف اذا انت شخص ماشي ناضج، سكتي بزاف اذا انت مغرور وحاس براسك، عبرتي انت حساس بزاف، ما عبرتيش انت شخص بارد. داكشي علاش كنحسوا براسنا دائما ناقصين، وحتى وإلا درنا جهد كبير كنحتاجو دائما الفاليداسيون من برا باش نكونوا مرتاحين مع راسنا. والخطر في هذا الشيء هو انك كتبقى دائما راهين بالاراء اللي كتبدل كل ساعه. اليوم كيقولوا عليك زوين وفرحان، وغدا يقدروا يقولوا لك كلمه تجرحك وتحطمك، وهكذا كتعيش حياتك فوق الموجه، ما مستقر لا من الداخل لا من الخارج. وهذا الشيء اللي كيخلي الانسان عايش في واحد الاعتماد عاطفي كيسوى نفسيا غير الا الناس حبوه وتقبلوه وشكروه. وهذه واحد العبوديه خفيه كتخليك ديما محتاج الرضا، واخا تلقاه ما عمره غادي يكفيك. اذا شنو هو البديل؟ الحل ماشي هو انك تولي ما تهتمش بتا شي واحد وتقلب وجهك على كل شيء. الحل هو انك تبدا تعيش من الداخل ماشي من برا، تفهم راسك، تحس بالمشاعر ديالك، وتعرف علاش كتفكر بهذه الطريقه. هذا هو الادراك الذاتي، وهو انك تكون فايق مع راسك وكتسائل دائما هذا الراي اللي كيأثر فيا واش جاي من القناعات ديالي الخاصه ولا من شي برمجه قديمه. الادراك الذاتي كيحررك لانك كتعرف باللي اراء الناس ماشي حقائق مطلقه. اذا كيفاش نبني قيمه ذاتي من الداخل؟ حاول دائما تبقى تسول راسك شكون انا. اسمح لراسك تغلط وتتعلم، ماشي كل خطأ كينقص من القيمة ديالك، ولكن كل خطأ هو دليل على أنك كتعيش وكتطور. ماشي كل مرة كتغلط تبدا تسب راسك. قول أنا غلط، ولكن ماشي نهاية العالم.